السيد السيستاني رضي الله عنه وأرضاه أعطانا فتوى، وهي الفتوى مالته الفتوى أنه إذا شخص ما يصير عنده أطفال عادي ينجب من غير رجل. هل يجوز ذلك؟ السيد السيستاني أعطاك فتوى أنه إذا المرأة ما تنجب قصدك طفل الأنبوب أن يضع حيوانات منوية رجل آخر بامرأة؟ نعم أكيد. هذا زنا ما يصلح، ما يصلح، هذا يصير ولد زنا. في سفر التكوين 2/7. طيب أوكي، يعني شو المشكلة أنت تأخذ بسفر التكوين؟ نعم آخذ، ليش لا؟ Hey man, come on dude, you see you're going crazy man. Come on dude, you gotta sit here هون about the conversation that want to win. Are you Christian or other Muslims? قاعد تغلط علي يا شيخ. لا والله ما غلط. اسمع، أكثر واحدة من خواتك تحبها الكبيرة ولا الوسطانية ولا الصغيرة؟ أكثر واحدة من والله والعباس كلن ما حفظ، الشهادة لله. أحن واحدة عليهم عليك، أحن واحدة ولا واحدة أنا في السويد يا شيخ. متابع إسماعيل وليد إسماعيل، متابع وليد إسماعيل. رجع أنت من قديم، أنت في حب، أنت تحبني من زمان مو من الآن. يا شيخ متابع وليد إسماعيل وهدانا على الإسلام. وليد إسماعيل قال لي هذا الشيء ده سووه غلط، هواية يعني هواية قال لي كلام بس يستهزئ، يعني حتى يستهزئ بينا يا شيخ العزيز. عليكم السلام يا عاشق كربلاء. والله أريد أسألك، عندي سؤال يعني. الأول السيد السيستاني رضي الله عنه وأرضاه أعطانا فتوى، وهي الفتوى مالته الفتوى أنه إذا شخص ما يصير عنده أطفال عادي ينجب من غير رجل. هل يجوز ذلك؟ أنك سيد السيستاني أعطاك فتوى أنه إذا المرأة ما تنجب قصدك طفل الأنبوب أن يضع حيوانات منوية رجل آخر بامرأة؟ نعم أكيد. هذا زنا ما يصلح، ما يصلح، هذا يصير ولد زنا. شلون أعطيني الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش أي أن غير الفراش ما يكون ولد. شلون ينجب منها ولد وهو ما قاعد وياها بالفراش؟ وهذا يعد من اختلاط الأنساب. يعني أنت هسه بالله أخونا سالم سو كتب بس عشان في صوت. يعني أنت الآن تجعل حيوانات منوية رجل آخر في رحم زوجتك فتنجب طفلا يكون من رحم. لا أنا ما أؤمنت بهاي الفتوى الصراحة. إيه فلا يصلح، مو أنت ترضى ولا ما ترضى ولا تؤمن، هي مسألة شرعية. ليش الله حرم الزنا يا عاشق؟ نقول هاي فتوى يعني لا. ليش الله حرم الزنا يا عاشق؟ حتى ما يختلط الأنساب. يعني أنا الآن أنا بمثل على نفسي من باب وابعد عني هذا الشبه. زنيت بامرأة وحملت، وزنيت بالثانية وحملت، وزنيت بالثالثة، وكل واحدة سافرت، هذه راحت لبلد وهذه راحت لبلد، وكل واحدة منهم حامل. هذا ولد مين الشيخ؟ صار العيال كلها مخبط ببعض. زين هاي الفتوى ماشية عندنا يا شيخ. ما لي علاقة بيهم أنا، اللي يمشي فيها هذا عاد الله يحاسبه. يعني اللي نعرفه ما يجوز هذا الشيء. لا يجوز طبعا اكيد حرام. السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز ان تمد ايدك بالصلاة؟ يعني تمد ايدك. هل يجوز التنفيخ؟ يعني هسه اليوم انا اصلي اسوي كذا ايدي نفس اهل السنة. التكتف. بالضبط. يجوز تتكتف ويجوز تسبل، اثنين صحيح. يعني نفس الشيء. يلا ثانية. تمام. الثالثة منو أول الأنبياء؟ من نزل الأنبياء؟ آدم. آدم. تمام. ومن بعد رسول الله؟ ما في بعد رسول الله أي نبي. أي نبي؟ شو علي نبي؟ شلون مو نبي علي؟ علي يعني مش نبي. يعني أنت تقول عمر وعثمان وعلي، يعني اجى الورا لنقوله مثلا هسه نفتهم من عندك انه ورا النبي محمد اجى عثمان، صح؟ جاء ابو بكر وعمر وبعدين عثمان وبعدين علي، هذول اولياء ليسوا انبياء، يخطئون ويصيبون. اولياء نعم. زين علي شنو، نبي ولا صحابي؟ علي ولي من اولياء الله الصالحين وصحابه من صحابه رسول الله ومن المهاجرين والسابقين الاولين. تمام، هذا ما شاء الله عليك تفتهم حيل انت. يا شيخ في النوبة عندي سؤال. وانت جاي تختبرني وانا اعطيك اسئله جمعيه. الله بالسماء ولا بالارض؟ الله سبحانه وتعالى بالسماء مستو على عرش يليق بجلاله وعظيم سلطانه. زين عندنا روايه تقول الله مو بالسماء. روح عند صاحب الروايه قل له الله مو بالسماء. ليش خالفتم قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى الى السماء؟
شلون خالفنا الله عز وجل؟ شلون خالفنا؟ مو عندنا روايه تقول زين يا باشا انا مش، وانا حاطط لك امام الشيعي الروايات يا شيخ، الروايات هذه منين جت؟ اذا انا من كنت صغير انا شيعي ومنت بنت بالشيعه وياهم، والروايات مالتنا هي فانا اليوم اريد اصير مسلم، وهي الاسلام يدل على الاسلام اصير مسلم. والحين قدامك اذا تنطيني دليل انه انا مشرك بالله وما اتبع الانبياء والمرسلين واهل البيت، والله هسه اسلم. يلا وامام الجميع، انا موافق امام الجميع. عندك 568 باليوتيوب، نعم. عندك 293 بالتيك توك، وعندك 3 بالجاكو. هسه انا اريد دليل اعطيني دليل انه احنا مشركين. انتم تقولون الشيعة مشركين، طيب احنا مشركين اليوم. انت تقول يا حسين احنا اسمعك والله لا اسمعك للاخير وما اقاطعك اي كلمه. يلا لا انا بسأل وانت جاوبني عشان نتميز. انت تقول يا حسين اغثني؟ اكيد شلون انا حد علي اكمل حسين ايش فيك؟ طيب ينطيك الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله قال لك إذا أنت قلت يا الله لوحدك تشمئز قلبك، وإذا دعي الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنت تدعو من دون الله، الحسين من دون الله ولا أبوه من دون الله؟ لا أدعو من دون الله. نعم أدعو من دون الله. والحسين من دون الله ولا مع الله؟ مع الله. طيب والذي يدعو من دون الله ايش حكمه؟ حكمه حسب ما اشوفه حكم الشرك. من يدعو بالله والله مشرك. حلو خلاص مشرك اللي يدعو بالله. الله يقول في القرآن: ولا تدع من دون الله إلها آخر لا ينفعك ولا يضرك. هسه الروايات اللي تقول عنه، يعني انا بدي اصير مسلم اليوم، اريد اتوحد لله الواحد الاحد لا شريك له. اريد اتوحد اليوم، كيف اتوحد؟ وين اروح اتوحد؟ ولا شيء. ادعو الله وحده ولا تستنجي بغير الله واتبع علي بن ابي طالب. بس يعني اتبع علي بن طالب انت لحالك تصير مسلم. السؤال عندي سؤال النوب، ان انا بالصلاه اقول ان اشهد ان علي ولي الله، تمام؟ اشهد ان علي ولي، انت تقول اشهد ان محمد رسول الله، هل هذا شرك بالله؟ ان اشهد ان علي ولي الله؟ لا لما تقول اشهد ان علي ولي الله بغير الصلاه عادي، بالصلاه نقول خطا لكن مو شرك. ايش دخل يعني هسه اعرف اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ولا اشهد وعلي ولي الله ما في مشكله. منو قال لك ان علي مو ولي الله؟ لا اعرف انه علي ولي الله، اعرف الكتب ما تقول ان علي ولي الله ونبي. طيب يعني وانت اقرا روايات، اقرا الكتب انه الله الصحابي علي ليست نبي. اي صحابي علي وش دخلوا بالنبوه؟ النبوه الله سبحانه وتعالى قال: انا اوحينا اليك. تقول علي نبي يا شيخ والله. ايش قال نبي؟ وين قال ان علي نبي؟ عندك بالكتب مالتنا. طيب انا افتح لك بس، يلا انا افتح لك الان الكتاب، كتاب سفر التكوين يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى علي والأئمة من بعده وأوحينا. صح هذه الآية صح؟ نعم بالضبط أحسن. نعم هذه الآية في سفر التكوين 2/7. طيب أوكي، يعني شو المشكلة أنت تأخذ بسفر التكوين؟ نعم آخذ، ليش لا؟ Hey man, come on dude, you see you're going crazy man. Come on dude, you gotta sit here هون about the conversation that on the way. Are you Christian or are the Muslims? قاعد تغلط علي يا شيخ. لا والله ما غلط حبيبي. أول شيء سفر التكوين هذا كتاب الإنجيل مال النصارى مو من المسلمين، وأنت تقول آخذ به. اثنين، أنت قلت نعم هذه الآية موجودة. وين هذه الآية موجودة؟ هذا لا، اسمع الآية واسمع صوتي جيدا. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. الآن ذكر الله 12 نبي، نعم. ما يقدر يذكر 12 إمام. صحيح والله. أنا يا شيخ اليوم نقول احنا نتوكل على حسين، ونقول يا حسين ويا علي، هل هذا شرك بالله؟ الله في القرآن يقول وتوكل على الحي. وتوكل على حي القيوم. هنا هذا بأي بي شو اسمه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. شوف اللي بعده قال وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ليش توكل على الحسين؟ الله قال توكل على الحي الذي لا يموت. نعم صح. شيخ المتعة احنا نؤمن بالمتعة بكتبنا، انه نؤمن بالمتعة. تمتعوا حتى حين. طيب الله في القرآن حتى حين. تمتعوا زينة الحياة الدنيا ولا تمتعوا حتى حين؟ التمتع هو يعني يتمتع بالنساء ولا يتمتع بشنو يا شيخ؟ أنا أقول لك قال الله سبحانه وتعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله يحفظك يا معزوز. شلون يا شيخ مثل النار؟ عندنا بالكتب الله قال في القرآن قل تمتعوا. نعم أؤمن بالقرآن، نعم أؤمن بالقرآن، كان بس شلون النار المتعة؟ والمتعة عندنا بديننا الصح. عندنا المتعة. عندك أخت أنت؟ حي الله أمي. نعم عنده أخت. نعم الله يحفظها لك. أكثر واحدة اسمع، أكثر واحدة من خواتك تحبها الكبيرة ولا الوسطانية ولا الصغيرة؟ أكثر واحدة من والله والعباس كلن ما حفظ، الشهادة لله. أحن واحدة عليهم عليك، أحن واحدة ولا واحدة أنا في السويد يا شيخ. اي بس اقصد انه احن واحده دائما تتواصل وياك. واحدة الكبيرة. نعم الكبيرة. طيب وانا نفس الشيء ترى، انا احن واحده علي زجة ام محمد، هي احن واحده علي، لكن عندك برضه بقيه ما يقصرون. انا احن علي زينب اختي. نعم. الله يحفظها. طيب الله يسلمك. متزوجه اختك الكبيره؟ اي متزوجه. نعم وعندها 3 جهاد. نعم. طيب لو ان هذه اختك تطلقت وجلست عند بيت ابوك. نعم. وجيت انت نزلت من السويد للعراق. نعم. رايح مفاجأة تزور اهلك واخواتك وامك وعائلتك كلهم. نعم. دخلت البيت. نعم. السلام عليكم يابا. قال اوه جا. شو اسمك انت؟ انا اسمي حسين. حسين. جا حسين تعالوا ودوع ضمكم، ضميت وضموك وكذا. يابا وين زينب؟ بس تستهزئ يا شيخ، ضمك ولا تستهزئ يا شيخ. احكي له عادل يا شيخ، والله انت قاعد تستهزئ. لا مفاضأتك قاعد تستهزئ. لا انت رايح مفاجأة جاي من السويد، راح يضموك طبيعي، راح يضموك وحبيبي وكذا، هذا طبيعي. اي اوكي اكيد هذا الشيء عندنا. حلو. نعم. جيت سألت يابا وين زينب؟ قالوا لك زينب نايمة. قلت ممتاز، لا تصحوا، خلوها لين تصحى بتجي. قامت زينب الله يحفظها يا رب يا كريم ويهديها ان شاء الله. حي الله اختنا مرام وعليكم السلام. لابسه العبايه ومو بعارفه انك موجود. نعم. لابسه العبايه وطالعه من البيت. جيت انت قلت لها زينب وين رايحه؟ قلت لك اخوي حسين، وراحت اختك ضمتك وحبيبي ومتى جيت وكذا. اختي وين رايحه؟ قالت لك والله اني متواعده مع عبد الزهره 3 ساعات متعه وراجعه. تريد شيء يا اخوي؟ راح تخليها تطلع من الباب لو راح تقص رجلها. الصراحه يا شيخ احنا بكتبنا تقول هذا الشيء حلال. انا مالي في كتبك، انا لي في قلبك انت. الصراحه لا ما اخليها والله. قصتك رجلها وهاي كتافات العباس، اقص رجليها. شفت شلون؟ لا ومو بس هي تقول له وين هذا عبد الزهره تحت، تنزل تحت تقصها من. خلي ضحيه للحسين. نعم. وروح العباس ابو فاضل يا شيخ، لو ازم هذا عباس ما ادري بالله. شيخ اسمع والله بدون مجامله يا شيخ، انا ادخل الاسلام اليوم. انا بالنسبه لي انا متابع بثك من زمان. مره تسكر بالله متابعني من زمان.
اي متابعك من زمان يا شيخ، بس انا مرات انا اسكر هوايه يا شيخ، شلون اترك هذا السكر؟ يعني هل شيء حرام هذا؟ طبعا انت الان وانت ترى متابعني، انت داخل سكران يوم الان ولا آية. واعي؟ اكو شيخ واحد شيخ من السنه بالعراق عندنا يقول لي هذا الشيء دا تسوي حرام. شيخ هو جامع، وهذا الشيء حرام دا تسوي، اترك هذا الخمور واترك البنات اللي دا يجن عليك بالشقه، هذا الشيء غلط. فانا يا حق متعود وانت عليه. خليت ذنب ما شاء الله، ده انت مكتر بقى وموفي. طب بص يا حق شيخ هوايه عند الذنوب حبيبنا، تتوب حبه حبه لا تفضح نفسك، اسمع لا تفضح. تتوب يا شيخ. انت الان معي واعي ولا سكران؟ الان انت قاعد تحكي وياي، سكران ولا واعي؟ واعي بس طيب. خلينا نشوف الارقام. لا واعي، اسمع. لا اشوفها كل شوف يا حبيبي، نعم. الانسان كل منا يذنب، كلنا طايحين بذنوب، وقد يدمن الانسان على ذنب ما يقدر يطلع منه، حتى وان كان هذا الشخص كويس ويصلي ممكن يصوم، لكن عنده ذنب، وهذا طبيعه كل البشر، ما في احد معصوم الا الانبياء صلوات الله عليهم. تمام يا حبيبي؟ طيب شيخنا عشان نتاكد انه واعي سوي حركه بيدك، سو رقم خلينا نتاكد شو لا لحظه ابو حميد، لحظه خلينا اشرح لعبي، ما يا ودنا. شيخ يستهزئ يا شيخ. لا لسه ابو حميد، لا خلاص والله يمزح، ترى احمد اعرفه كويتي عاد لازم يذب. تمام اوكي. تمام يا حبيبنا حسين. كل منا يقع بذنوب، وهذا الذنب ما احد خالي منه، تمام؟ لكن القضيه ان الانسان يقع بهذا الذنب ويتوب الى الله، فهذا افضل مما يقع بالذنب وما يتوب الى الله. انت لازم تقع، انت وقعت بالذنب توب الى الله، لا تترك نفسك بدون توبه، لانك ما تعرف متى لازم اقول لازم استغفر الله واتوب على طول. استغفر، تقول يا رب انا تبت، انا سكرت اليوم، انا يا شيخ انا استغفر الله، يعني ايش كم بجوز بالله انا سويت هذا الذنب ومتت، شلون ما له حق استغفر؟ خلاص اذا لا تسويه، انت لما انت شرط الاستغفار الندم على عدم العوده. نعم. يعني لازم تندم انك ما راح ترجع فيه. طب ان رجعت، ارجع استغفر مره واثنين وثلاثه واربعه، لا تترك نفسك بدون استغفار. زين يا شيخ، الصوره اللي حاطها هسه اني، الصوره الحسين ام مو الحسين؟ هذا الروايات تقول الحسين. لا هذا بابا نموش، هذا مو صدق. من بابا نموش من هو هذا يا شيخ؟ لا احكي الصراحه، مو بطل نمو، هذا بابا نموش. ما الحسين مو شكله كذا، الحسين رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه كان قوي الجثه وكانت لحيته كثيفه. جثته قويه، هذا بابا نموش. هذا شنو هذا شكل هذا؟ نعم والله يا شيخ الصراحة يعني عجبتني بكلامك هذا الرقيق والأنيق والجميل. الصراحة على الواحد يحكيها الحق على يا راسي. شيخ. أنا بالنسبة لي الصورة تنزال أوكي يا شيخ، وأنا أؤمن بالله الواحد الأحد لا شريك له. بعد ما أقول يا حسين ويا العباس، وبعد ما أقول إلا الواحد الأحد هو يا الله. وأنا أريد للشيخ يدلينا على الطريق الحق. انا بالنسبه لي يا شيخ انا افكر يعني شلون انا، هل ديني صحيح؟ هل المشركون هذا ما قال ودوا فرعون الى النار، قال ال فرعون احنا نتبع يعني خافوا احنا نروح للنار، ما قال لا والله شوف يا ودوا والله لن يفيدك اشد العقاب. يا حسين، انت قبل شويه قلت ان السيستاني اباح ان يوضع الرجل حيوانات منويه ثم توضع في الماء. قبل انطى فتوى وشاهدين كل الشيعة بهذا كلامي. اتحدى شيعة ينكر هذا الكلام. قال انه المتعة اذا واحد ما يصير عنده جهال يطب عليه يطب على اي شخص يتمتع بزوجته ينجب منها اطفال، وكذلك عاده بالاسلام وبالكتب ما موجود هذا الشيء. واتحدى شيعة يقول هذا الشيء غلط. بغض النظر نعم. طبعا الشيعة منهم كثير منهم عندهم نخوة عربية لا يقبل هذا الكلام، حتى وإن كانت تفتى من العلماء. في كثير نعم. من الشيعة عندهم نخوة عربية. أنا ما أتبع اليوم يا شيخ أقاطعك على خير. زين أنت اليوم أنت تتبع محمد، تتبع اليوم محمد، إذا يعني السنة المحمد تتبعها كلها، شو اسمهم هم هذول المسلمين تتبعهم. زين هم احنا تابعين للسيستان، يعني شو يقول السيستان احنا تابعين ورا. يعني طبعا الاعلام المعصوم مو موجود. احنا لو نمشي وراه يا شيخ بس افهمني، يعني اليوم لو نمشي وراه صحيح كنا نمشي وراه، لو نتركه كنا يعني انت من انت فتوى احنا نمشي وراه، احنا نؤمن به، يعني نؤمن به نمشي وراه. يعني بالاخر يقول والله تمتعوا بزوجاتكم، يعني هذا الشيء غلط هذا يا شيخ.
ما احد يقبله، ولذلك حيا الله كل سؤال. ولذلك انا اقول لك يا حيدر اصبر، خلينا نخلص من الرجال. شنو يا صعدك قست يعني نقاطع الرجال؟ يا عاشق كربلاء يا حبيبنا الحسين، اتبع علي بن ابي طالب مما يقول. انت قول معي هذا الدعاء، قل اللهم ارنا الحق حقا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه. وارزقنا اجتنابه. اللهم اني اللهم إني اشهدك بحب ال بيت نبيك. على كيفك شيخ. وأشهد أن لا، اشهدك بحبي مكتر حبيبنا. أشهدك بحبي ال بيت نبيك آل بيت نبيك وصحابته الاطهار وصحابته الأطهار وزوجاته الطاهرات، وزوجاته الطاهرات، وابرأ اليك يا الله وأبرأ إليك يا الله من كل ذنب ومعصية، من كل ذنب ومعصية، كبيرة او صغيرة، كبيرة أو صغيرة، وممن طعن باصحاب النبي ومن طعن بأصحاب النبي وزوجاته الطاهرات. وزوجاته الطاهرات. انت هسه 90% خلصت مشكلة كبيرة، انك تبرأت من كل الاغلاط. بقي عليك الان اتباع الامام علي. الامام علي شنو سوى؟ تتبعه. تمام. ها يا شيخ أنا الحمد لله الامام علي كان يجلد ابي محجن الثقفي شارب الخمر، فما يجوز شرب الخمر. وحتى يعني لو جيت لواقع في كتب الشيعة الله يحفظكم جميعا، نهى ابي عبد الله عليه السلام عن شرب كل مسكر. فحاول قدر المستطاع انك تبعد عن المسكرات قدر المستطاع، ترى ما في شيء، خذ مكانها عصير. يا شيخ خذ وعد مني امامك وامام الله الواحد الاحد، يا السكر راح اعوفه للابد، والزنا وبنات العالم كلهم راح اعوفن من اليوم. انا اصبحت لا تزوج لله الواحد الاحد. يا تزوج. انت مو متزوج؟ لا ما اقدر للزواج الحين، ما اقدر. انا شغل عملي هواي عندي امور، انا الزواج ما ارغبه. الايام ان شاء الله المقبله ان شاء الله افكر اتزوج. انا من اليوم تعزمني؟ يا شيخ انا مسلم والله. تبشر تبشر يا شيخ، عين غطا وعين فراش من جيتك يا حق. وانت بتحبني حب قديم؟ هو انت بتحبني حب قديم؟ ومتابعك ومتابع اسماعيل وليد اسماعيل، متابع وليد اسماعيل. رجل انت من قديم، انت في حب، انت تحبني من زمان مو من الان. يا شيخ متابع وليد اسماعيل وهدانا على الاسلام. وليد اسماعيل قال لي هذا الشيء ده سووه غلط، هوايه يعني هوايه قال لي كلام، بس يستهزئ يعني حتى يستهزئ بينا صراحه. انا فيا شيخ انا اليوم بالنسبه لي اتبعتك، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه